فرنسا هي التي كانت الدولة المحتلة، هي التي اعتدت على الأراضي الجزائرية، وبالتالي من قتل على الأراضي الجزائرية هو شهيد. أما كيف يمكن أن نساوي بين القاتل وبين المقتول، بين المعتدي وبين من يعتدى عليه؟ ان الجزائر البلد الوحيده اللي النشيد القومي، النشيد الوطني بتاع الجزائر هو الوحيد الذي يدمج كلام كراهيه ضد فرنسا. ولا يجب أن يكون فرنسيا أكثر من الفرنسيين الذين اعترفوا بجزء من الجرائم. هذا الرجل عليه أن يقف أمام الشهداء ودماء ووديان الشهداء التي سقط أرض الجزائر. تسببت في مثل ما قال 6 أو 7 أو 10 مليون من الميتين الجزائريين. شهداء اسمهم شهداء مش ميتين. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا يسموه جون مسيحة، مصري الأصل وفرنسي الهوى. يسوق نفسه على أنه سياسي وخبير اقتصادي، ولكن السيد ما لقى ما يدير في حياته. هيا قال نركب الموجة ونطلع على ظهر الجزائريين كما رانا نشوفوا الخونة نتاعنا اللي راهم يتهجموا على بلادهم ليل ونهار باش يبانوا كلاب مطيعة. نخليكم تشوفوا كيفاش مقدمة البرنامج والضيف الجزائري وردوه ما يسوى والو. لنتابع الفيديو. ان الجزائر البلد الوحيده اللي النشيد القومي، النشيد الوطني بتاع الجزائر هو الوحيد الذي يدمج كلام كراهيه ضد فرنسا. يعني ليس ضد فرنسا، ضد الاستعمار الفرنسي. وانت تعرف كم عانى هذا الشعب، قدم اكثر من 1.5 مليون شهيد. أنا لا أعتقد بذلك. أولا في شهداء من الطرفين، في فرنسيين وأوروبيين كثار كان بقتلهم ومجازر فين؟ على الأراضي الجزائرية. على الأراضي الجزائرية دكتور جان من اعتدى على الجزائر هي القوات الفرنسية. لم يذهب الشعب الجزائري ولا الجيش الجزائري إلى فرنسا. دكتور الجيش الجزائري لم يذهب لاحتلال فرنسا ونهب خيراتها. يعني كيف ما هي المقاربة؟ أنت لا تستطيع. خلاش ما هبط يعني ما خاويين، ما عندهم والو في رصانهم، يعني حبساته عند حده. ولكن هو يعني كي شاف باللي غادي يعني تجرجره على الهواء مباشرة، وهذه قناة الغد قناة مصرية تبعوها الملايين، السيد قاعد يشوش عليهم ما خلاش تهدر. ولكن عرفت كي دارت له وهدرت كان باغيه تقول. اسمعني دكتور، ولكن أريد أن أقول فقط شيء واحد. فرنسا هي التي كانت الدولة المحتلة، هي التي اعتدت على الأراضي الجزائرية، وبالتالي من قتل على الأراضي الجزائرية هو شهيد. أما كيف يمكن أن نساوي بين القاتل وبين المقتول، بين المعتدي وبين من يعتدى عليه؟ أنتقل إلى دكتور. طيب تفضل. أولا لما حصل يعني الاستعمار الجزائري الفرنسي للجزائر في 1830، ده كان ناتج عن الهجومات القراصنة البرابرة والجزائريين اللي كانوا موجودين في الجزائر ضد السفن الفرنسية وضد وجود فرنسا في البحر الأبيض المتوسط. هو ده اللي أدى إلى احتلال الجزائر. وبعد كده فرنسا لما سابت الجزائر في 1962 سابت مليارات من البنيات التحتية. الشعب الجزائري زاد 10 مرات أكثر من ما وجدته فرنسا. لماذا؟ لأن فرنسا بنت مستودعات طبية وأدت إلى حملات تطعيمات ضد. يعني أنت تجمل وتبرر يعني الاحتلال. إذا كانت الخطاب الفرنسي نفسه الرسمي لا يبرر هذه الحقبة الاستعمارية. غريب أنه أنت تبررها. سأخذ رد من دكتور عبد الحكيم بوغرارة. تفضل دكتور، استمعت إلى حديث ضيفي. صحح الكثير من معلوماته، ولا يجب أن يكون فرنسيا أكثر من الفرنسيين الذين اعترفوا بجزء من الجرائم. أولا اتفاقية 2013 أو التفاهمات كانت خاصة بالذين يحملون جواز سفر دبلوماسي. أما ما يحكم المعاملات الدبلوماسية والقنصلية هي اتفاقيات فيينا
الصادرة في 1961 و 1963، وبالتالي فرنسا اخترقت هذه الاتفاقيات ولم تطلب الاعتماد. هذه النقطة واضحة، ولكن أريد منك تعقيب على النقاط الأخرى. ثانيا، فيما يخص النشيد الوطني، هذا محل فخر هنا في الجزائر، لأن الجزائر هي التي قاومت الاستعمار ودفعت أكثر من 6 مليون شهيد، ولهذا نحن هذه الثورة ودم الشهداء يبقى وصية ويبقى أمانة في رقابنا. وفرنسا الاستعمارية بهمجيتها والإبادة التي مارستها هنا في الجزائر، فمن حقنا أن نعبر مثل ما نريد، لأن الجزائر دائما ما تتحدث عن استقلالية القرار وعن السيادة في القرار، وبالتالي نحن أحرار في النشيد الوطني. أما المهازل التي يتحدث عنها الضيف بأن فرنسا تركت بنى تحتية، هذا الرجل عليه أن يقف أمام الشهداء ودماء ووديان الشهداء التي سقط أرض الجزائر، لأن هذه البنى التحتية إذا أرادوا أن نعوضها سنعوضها بالمال، ولكن دماء الشهداء والشهداء والأبرياء الذين قتلتهم فرنسا ونكلت بهم شر تنكيل لا يمكن أن نردهم إلى الواقع. وبالتالي طروحات الضيف تبدو غريبة جدا، وأعتقد بأنه إذا أراد أن يخدم فرنسا من خلال هذه المواقف أعتقد بأنه خزي وعار، ومن يريد نيل الأمور لا يجب أن تكون على حساب الجزائريين وتاريخ الجزائر وشهداء الجزائر. نحن نكن احترام، لا تقاطعني رجاء. وبالتالي بين الجزائر وفرنسا، فرنسا ترفض الندية، ترفض مكاسب الجزائر في تنويع الشراكات بين الشرق والغرب والاتفاقيات الاقتصادية والأمنية التي وقعتها بعيدا عن فرنسا، جعلت هذه الضوائر المظلمة في قصر الإليزي والكثير من المؤسسات الفرنسية تبكي على ما ضيعته في الجزائر وما ضيعته في إفريقيا. وعليه فالجزائر دولة سيدة وحرة، وما تخوضه اليوم هو مصدر شرف وفخر كبير جدا، لأننا ندافع عن حقوقنا وعن سيادتنا. والله خطاب ضيفنا العزيز ده خطاب غريب، لأن لو كانت فرنسا دولة مجرمة ودولة استعمارية ودولة دموية تسببت في مثل ما قال 6 أو 7 أو 10 مليون من الميتين الجزائريين، فلماذا اسمهم شهداء مش ميتين؟ تفضل. لماذا ملايين من الجزائريين يريدون أن يأتوا فرنسا يعيشوا فيها؟ يعني مثلا ألمانيا تسببت في مجزرة اليهود في الحرب العالمية الثانية، ما شاهدناش ان ملايين من اليهود قرروا ان يروحوا يعيشوا في المانيا بعد الحرب. طيب. فان كانت فرنسا دوله مجرمه، لماذا ملايين من الجزائريين؟ وأولا على الضيف أن يتوضأ قبل أن يساوي بين الصهاينة وبين شهداء الجزائر. ثانيا عندما يتحدث عن مجرمين عليه أن يحترم نفسه، لأنه ليس قاضيا ولا يملك أحكام قضائية تجرم هؤلاء، لأن الفرنسيين تحدثوا بصفة عامة ولم يخصصوا، وبالتالي عليهم كذلك القضاء الفرنسي في مجال ترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم في فرنسا، هذا تحكمه الكثير من الاتفاقيات. ومن حق الجزائر أن تجري تحريات عن أي مهاجر تريد فرنسا ترحيله إلى الجزائر، لأن فرنسا من قبل وفي وقت جيرارد ديرمانا عندما كان وزيرا للداخلية كان فيه ملف ما يسمى العائدين من المناطق بؤر توتر أو ملف الجهاديين، لأن بعض الضوائر الفرنسية حاولت اختراق الأمن القومي الجزائري وأرادت التخلص من الكثير من الشباب الذين أرسلتهم الكثير من الضوائر الاستخباراتية الأوروبية للقتال في سوريا، وعندما عادوا حاولوا ترحيلهم إلى الجزائر. ولهذا الجزائر تتعاون مع عديد الدول وفقا للاتفاقيات ووفقا للسيادة والقانون الجزائري الذي يخضع الذين ترغب الدول في ترحيلهم إلى الجزائر إلى الكثير من الإجراءات. وبالتالي ما يطرحه ضيفك الكريم وكأنه يريد على حساب الجزائر وتاريخ الجزائر الشريف، عليه أن يعرف والأرشيف الجزائري هناك في إكسون بروفانس في فرنسا أن يطلع بأن الجزائر لم تكن فيها الأمية. عندما جاء الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر كنا شعب
يتفاخر باللباس التقليدي وبالحضارة وبالتجارة وبالازدهار، وبالتالي أعتقد بأن ضيفك جاهل للتاريخ وعليه أن يحترم وأن يتوضأ قبل أن يتحدث عن الجزائر وعن تاريخ الجزائر الذي يدرس في كبرى الجامعات العالمية. والثورة الجزائرية هي أهم ثورة في العصر الحديث وتدرس كذلك في عديد الجامعات الدولية، وبالتالي ما يقوم به الضيف أمر لا يشرفه هو شخصيا، وبأن من يريد جنسية أو من يريد الاستقرار هو اليوم يعيش في فرنسا، وأنا لم أستطع أو لا أريد أن أسأله لماذا ذهبت إلى. نعم أخي الجزائري، كل مرة يجيبوا لنا يعني وجوه كمامير يعني في هذه القنوات التلفزيونية عفوا، باش يعني يبثوا السموم تاعهم يعني بالكذب والتحريف ونشر الإشاعات وتزييف، خاصة تاريخ الجزائر اللي راه يعني دارهم يعني بطبيعة الحال، ووجهها صحيح يعني وتقابل بيه، وزيد يعني تلمع في الجرائم تاع الاستعمار الفرنسي اللي فرنسا بروحها راها معترفة بجزء منه وراها حشمانة به، وتجي انت يعني بهذاك الوجه وتقول فرنسا بنات وفرنسا داوات وفرنسا خلات. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أنا نقول لك هذيك المقولة الشهيرة تاع الجزائريين: تزفاف مربح. تحياتي لكم والسلام عليكم.